السلام عليكم، عاملين يا رب تكونوا دايما بخير. ايه رأيك في المنظر النهارده؟ بقى نعمل الحجازية بطريقة جميلة وسهلة وكل تفاصيلها. المقادير سهلة وبسيطة، مفيهاش أي حاجة. عندنا كوباية إلا ربع سمنة على زيت، كوبايتين سميد، كوبايتين دقيق، نص كوباية سكر، معلقة خميرة. اللي عايز يحط كوباية إلا ربع زيت كلها هو حر، عايز يحط كوباية إلا ربع سمنة كلها براحته، بس أنا بفضل نص ونص يعني تبقى حلوة. هنا بقى احط المواد الجافة كلها على بعضها واديها تقليبة. لازم كله يختلط، السميد مع الدقيق يختلط كويس عشان نحط يعني تقلبوا يندمجوا كلهم مع بعض. نحط بقى السوائل. انا هنا نسيت احط السكر فحطيته بعدين، انتوا ممكن تحطوه في الوقت ده كله على بعضه عادي. هنا احط بقى الايدين وحبسها. هي مش بتتعجن، هي بتتبس. العجن فيها غلط، بيخلي السميد ينشف. لا، فانتوا بتبسوها كده، تخلي الدقيق والسميد يشرب كل الإدام اللي فيها، وهيشرب ما تقلقوش. يعني لو حسيتوا لا ان هي مش بتشرب في الاول، لا هي هتشرب وتشربته ازاي كله. انا كنت عملت الخميره كوبايه الا ربع ميه، عليهم معلقه الخميره وحبه سكر من نص كوبايه اللي كانت عندنا. انا كنت طبعا ضفت السكر خلاص وهعجن بقى. هنا عجنتها بس بالطريقه دي. هي خدت مني كوبايه الا ربع ميه بالظبط كلها. هنا عجينها هتقعد 5 ساعات، هي في الشتا بتقعد 5 ساعات، انا بسيبها 5 ساعات، في الصيف ممكن اقل. طبعا هنا الحشوة كوباية الا ربع سكر ونص كوباية سميد و3 معالق قرفة او معلقتين حسب ما تفضل. ممكن تضيفوا معاه كاكاو، معلقة كاكاو خام. هنا نقلبهم كلهم مع بعض وترش عليه شوية مية بالمعلقة كده لغاية ما يبقى عامل شبه رملة البحر المندي. هنا كانت خمرت خلاص، متقلقوش من الإدام اللي طلع ده، هيختفي. هنا قسمتهم لقطعتين كده، ودهنت أول واحدة، وقصدي حطيت اول واحده في الصينيه وعملت الحواف بكده، وبعد كده حطيت الحشو بالطريقه دي، فردته بس ما طلعتش ايه بره الطروف. هنا افضل طريقه اللي تعملي الوش اللي فوق ان انتي تحطي، ايوه، تاخدي حته حته وتحطيها بالطريقه دي. انا مكنتش عارفه اعمل اوي عشان كنت ماسكه التليفون بصور. هنا عملته وبوريكم ان انا لسه مخلصتش. هنا خلصتها كله، سويت طبعا السطح بتاعها بالمعلقه كده، نعمل شكل فيها بالطريقه دي عشان يدينا شكل حلو من فوق زي الحجازية بتاعت برا بالظبط بالمنظر ده. بصوا سهلة وجميلة والله وما فيهاش اي حاجة. وهنقطعها طبعا قبل ما ندخلها الفرن. التقطيع بقى اللي تحبوها. انا دي اللي كانت عارفة يعني املك الصينية عشان كنت بصور، فهي دي اللي انا ملكتها. هتدخل الفرن على طول اول ما تحمر الجناب، من تحمر حطوها فوق الشواية وخلاص كده جهزت معانا. ايه رأيكم؟ طعمها مش هقول لكم، لما تجربوها انتوا اللي هتحكموا بنفسكم. طعمها جميل وحلوة جدا مع الفطار، مع كوباية شاي في السهرة، يعني بجد تحفة. يا رب تكون عجبتكم وجربوها وتدعموني، وما تنسوش تشتركوا في قناتي لو عجبكم فيديوهاتي. مع السلامة.